الحكومة نور المالكي يقول هناك لجان تحقيقية بحقكم دكتور، يعني هذا الكلام مو من عندنا. نسمع السيد المالكي ماذا قال بخصوص السيد رافع العيساوي في حوار تلفزيوني مع أحد الفضائيات العراقية. هو طبيعي جدا أن يقدم استقالة. طبعا أنا إلى الآن ما استلمت استقالة، إنما سمعت بها من خلال التلفزيون والأحاديث التي تحدثت عنها. ولو كانت الاستقالة حقيقية تقبل، ولكن تقبل بعد أن تتم مناقشة القضايا المتعلقة. هناك ملفات موجودة في المالية وملفات موجودة أخرى لا بد من تصفيتها قبل قبول الاستقالة. ولا يمكن للوزير أن تحصل مخالفات في وزارته وإدارته وتصرفات مخالفة للدستور ثم يقول والله أنا خلاص في أمان الله أنا مستقيل. لا، يصفي حساباته ويصفي المخلفات وتعرض هذه القضية على لجان التحقيق، وبالتالي إذا صدر التبرئة أو عدم الإدانة فأهلا وسهلا باستقالته. أما أن يستقيل وهو مطلوب إلى قضايا تحقيقية أنا لا أريد أن أقول عنها شيء الآن، إنما هذه تحت الإجراء. خلينا نتحدث بصراحة دولة الرئيس، ما هي الملفات على رافع العيساوي؟ هذه ستعلن في حينها، هي متعلقة بجوانب إدارية ومالية، لأنه لا نريد أن نقول شيء لم يثبت بشكل نهائي، إنما هي قضايا إدارية وقضايا تعيينات وقضايا مالية تصرفات. هل هي مخالفة للقانون وتعتبر من المخالفات التي تحال إلى النزاهة أو إلى المحكمة الإدارية أم لا؟ دكتور رافع، يعني أول شيء رئيس الحكومة كان يتوقع أن أنت تقدم استقالتك، لأن يقول من الطبيعي جدا، هاي أول كلمتين قالها، من الطبيعي جدا أنك تقدم استقالتك، لكن أنت بالفعل لا قدمت حسابات ختامية، لا تابعت المخلفات الخاصة بوزارتك كما قال، وعليك لجان تحقيقية وعندك مخالفات إدارية. شكرا على رئيس الحكومة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أستاذ أنور، طيب أنا أقول لك الآتي. السؤال: أين كان السيد رئيس وزراء ولجانه من وزارة المالية ويوم بالسنين الماضية منذ أن اشتغلت وزير مالية الآن؟ لماذا عندما أعلنت استقالة صار هناك ملفات وتدقيق؟ أنا أتحدى أي أحد يجد أن رافع العيساوي يتجاوز على دينار من المال العام، وأنا أعرف عن أي شيء يتكلمون. تكلموا عن وجود بعثات دراسية، 150 بعثة دراسية. أنا اتفقت مع البريتش كونسل ببريطانيا أن أرسل 150 طالب من وزارة المالية، وشكلت لها لجان فيها القانونية وفيها دائرة الموازنة والمحاسبة وفيها وكيل الوزارة، واخترت وزعت المقاعد الدراسية على المحافظات على النسب السكانية، بحيث لليوم أتذكر محافظة الأنبار لم يكن نصيبها إلا 6 مقاعد من 150. وقام يومها واحد من الطلاب من الناصرية قال والله أنا ما مصدق اليوم دازين علينا الناصريه ومن الديوان البصره حتى يروح دراسات، والان يدرسون في مانشستر. دا يريد يكون رافع دز سنه. لا انا مو من الوزراء اللي يلعبون طائفيا. انا بعثت كل العراقيين والسجلات موجوده وبامكانكم ان تدققوها. طيب على حد الاسم الواحد وزعتها على النسب السكانيه اللي وزاره التخطيط اعطتني اياها لجميع محافظات العراق، لايماني بان التنميه يجب ان تكون تنميه متوازيه ومستدامه. طيب يا دكتور، نعم بس خلينا ملتزمين، ارجوك خلينا ملتزمين منذ 2003 الى اليوم أرجوك مختلطه. خلينا ملتزمين نقطة النظام باختصار الأجوبة. أنا قدمت الحسابات الختامية لفترة عملي في الوزارة ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية وهي أمام مجلس النواب. هذا خلي يكون واضح جدا. لكن لأنه هاي الحسابات الختامية لأعوام 2010 و2011 مشتبكة بحسابات ختامية سابقة غير قابلة للحل، فيها مخالفات مالية وفيها ناس متصرفين بالمال ومتوفين وفيها أبنية متعرضة للتفجير ولا تنضبط وشيء مرتبط بشيء، ولذلك تعطلت جميع الحسابات. ليست الحسابات التي في وقتي. أكرر، وبإمكانك أن تدقق مع وزارة المالية، ستجد أن الحسابات الختامية لفترة اشتغالي كلها كاملة وهي أمام ديوان الرقابة المالية. طيب. كنت أمينا على المال العام، لكن أنا أقول لك بكل صراحة لو كنت أنا متجاوز على المال العام كنت ألقى لنفسي طريقة مع الحكومة مع السيد رئيس وزراء، كنت قدمت تنازلات مثل ما فعل بعض السياسيين حتى يغطوا لهم سرقاتهم ومدت ايدهم على المال العام. لكن لأنني أصريت أن أقول رأيي بكل حرية وبكل صراحة استهدفت سياسيا. أنا لو كنت ماد ايدي على المال العام لا أتحدى حتى ما تنكشف، لكنني اليوم أقول أتحدى أي أحد يثبت للعراقيين وأنا مسؤول أن أقف أمام قضاء وطني شريف نظيف غير مسيس على حد الدينار الواحد إذا كان امتدت يدي على المال العراقي.